السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنعمل مع بعض ترند حبيت اجربه معاكم واقول لكم بصراحة رأيي فيها. هنعمل مع بعض ترند الكلاود كيك او كيكة الغيمة. اول حاجة معانا 4 بيضات كبار، فصل الصفار عن البياض، اخدنا البياض وزنهم بالجرامات 190 جرام. معلقة كبيرة من النشا وزنها بالجرامات 10 جرام. هننخلها نسمي ونقول بسم الله. وربع كوباية من السكر، عيار كوباية 60 ملي وزنهم بالجرامات 50 جرام. وطبعا عشان زفرت البيض هننزل بعصرة من الليمون، بنص معلقة صغيرة من الفانيليا لان هي كلها بيض فعايزين نغطي الزفرة معانا. اتفضل في الوصفة دي الفانيليا السايلة، نص معلقة صغيرة من الخل الابيض. هنبدأ في مرحلة الضرب. طبعا البيض معانا مطلعاه من التلاجة فلازم يبقى ساقع قبل ما تضربيه. انا هقسم هنا الخليط نصين، في خطوة كده هعملها معاكم هتكون جميلة أوي وهتحسن معاكم الترند ده ان شاء الله. لو جربتها بالطريقة دي هتنال اعجابكم. نضرب الخليط الاول اللي هو هيكون بالفانيليا، ضربناها لحد ما بقت معانا فوم بالشكل ده. تقلب البولة، شايفين معانا ده القوام اللي احنا عايزين نوصل. بعد كده هنبدأ نضرب الجزء الثاني، نسمي ونقول بسم الله. في المرحلة دي هنبدأ ننزل بمعلقة صغيرة من الكاكاو وزنها بالجرامات 4 جرام. ما شاء الله فضلت اضرب فيه لحد ما قوامه اصبح معانا بالشكل ده. هنجيب اللي احنا عملناها بالفانيليا وهنبدأ نجيب صينية بالشكل ده ونفرشها ورق زبدة وننزل بيها في الصينية. هنبدأ نجمعها كده على شكل غيمة. انتبهي عشان ما تطلعيش الهواء اللي احنا دخلناه فيه. طبعا في الوقت ده بنشغل الفرن على درجة حرارة 150 درجة، النار من اعلى ومن اسفل. بعد كده هنبدأ نزينها بمكسرات، بزبيب، بحلويات اللي هي بتكون قطع ملونة بالشكل ده. الصينية دي كده اصبحت جاهزة معانا. يلا بينا نجهز الصينية التانية وهنبدأ نشكل عليها الغيمة بتاعتنا التانية اللي هي هندخلها الفرن على درجة حرارة 150 درجة، النار من اعلى ومن اسفل لمدة 20 دقيقة. واللي احنا عملناها بالفانيليا هدخلها معانا في القلاية الهوائية لمدة 20 دقيقة برضو على نفس درجة الحرارة. شايفين بسم الله ما شاء الله. دي الغيمة اللي احنا عملناها بالفانيليا، دي اللي بالشوكولاتة اللي احنا عملناها في الفرن. التسوية زي بعضها تبارك الرحمن، سواء في القلاية او سواء في الفرن النتيجة واحدة. شايفين ما شاء الله اللي احنا عملناها بالكاكاو. الاولاد بصراحة هيفرحوا بيها. نفتحها ونشوفها مع بعض ونشوف الملمس بتاعها من جوه. بس دي تحس ان فيها طعم البيض اكتر، يعني طعم البيض ظاهر فيها، يعني اللي ياكل واحدة بس ما يقدرش ياكل اكتر من واحدة. اللي معمولة بالكاكاو طعمها اطعم، مش باين فيها اي طعم بيض، اللي ظاهر فيها اكتر طعم الكاكاو. فلو حبيتي تعمليها الافضل ان انت تعمليها بالكاكاو، هتكون جميلة جدا. بألف هنا مقدما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.